صباح الخير، وحشتوني جدا جدا. النهاردة صحيت نفسي قوي في السينامون، فعملته بأسهل طريقة ممكنة. طريقة العجينة: 3 كوبايات ونص دقيق، كيس خميرة فورية، معلقتين كبار زبدة طرية، 2 بيضة، معلقة صغيرة ملح، ونص كوباية سكر أبيض عادي، وكوباية لبن كبيرة. نعجنهم كويس قوي وبنسيبها تخمر من ساعة ونص لساعتين. العجينة بتكون طرية، بتلزق في الايد كده، لازم تبقى كده عشان ما تطلعش مننا ناشفة لما تستوي. بعد ما تخمر بنفردها بالنشابة بتاعتنا وبندهنها بخلطة السكر بالقرفة. الاول بندهنها بزبدة طرية، معلقتين زبدة طرية، وندهن بيها العجينة كلها. وبعدين نضيف خلطة السكر بالقرفة، 5 معالق كبار سكر معاهم 3 معالق قرفة، ونخلطهم كويس ببعض وندهن بيهم العجينة. نلفها رول، بتتقطع بالسكينة بكل سهولة، وبنحطها في صينية مدهونة زيت او زبدة، وبنسيبها تخمر كمان نص ساعة لحد ما يتضاعف حجمها. بندخلها الفرن على طول على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة بس عشان ما تنشفش مننا. وأول ما بتخرج بندهنها بالصوص اللي احنا عايزينه. أنا عملتها بصوص الجبنة والكراميل والبيكان. صوص الجبنة مفيش أسهل منه، عبارة عن 4 مكعبات جبنة كريمي، معلقتين زبدة طرية، كوباية سكر بودرة، كيس فانيليا بودرة، ونص معلقة فانيليا سايلة، ونقطة ليمون عشان تديها المزازة الحلوة دي، ونزود لبن لحد ما نوصل للقوام اللي عايزينه. والكراميل 4 معالق سكر على النار، وبنسيبه خالص يتكرمل. بعدين نضيف عليه معلقة زبدة كبيرة، وبعدين شوية لبن، ونوصل برضو للقوام اللي احنا عايزينه زي في الفيديو كده. القوام ده بيبقى ظريف قوي. لما بتطلع من الفرن بنضيف عليها على طول صوص الجبنة والكراميل وهي سخنة عشان يسيحوا عليها بالمنظر ده. بعدين بنزينها بالبيكان وبس كده، مفيش اسهل من كده. وبتتقدم مع نسكافيه، مع قهوة، مع ايس كوفي، زي ما تحبوا. يا رب الفيديو يكون عجبكم والطريقة تكون سهلة. بالهنا والشفا، واشوفكم قريب في فيديو وصفة اسهل واسهل.